كرة وادي الربط وادي جون انطوي وممكن جون. ممكن هنا جون انطوي خطيرة جدا والعرضية انطوي خطيرة جدا والعرضية في المرمى يا ولد. مش ممكن يا ابني. مش ممكن يكون ده ايه يا ابني. احسن من ركنية للنادي الاسماعيلي هو يا عم الحاج وسع قول السكة واضرب قول سلام وجون انطوي. الله عليك يا ابني الله عليك يا ابني. ده انت مش ممكن. ده انت يا راجل ده معجزة. ده معجزة فنية في الملاعب المصرية. جون انطوي وهدف. انا الاسماعيلي انا الاسماعيلي. الفوز ده حلو حلو قوي قوي. من خلال خسارتين بضربات الجزاء طلعونا من الكاس مرتين ورا بعض، وخساره في الدوري شنتحتنا ساعتها كانت على ملعبنا. وادي دجله كان لوقت قريب جدا عقده عقده للمباراه الثانيه على التوالي. الاسماعيلي بيشنكح العقده بتاعته وادي دجله بهدفين بعد ما فاز عليه 2-1 بعد فوز قبل كده كان لينا عليهم 2-0 في شهر 4 اللي فات. بنفس التشكيل وطريقه مباراه اتحاد الشرطه الاسماعيلي نزل. يمكن الفرق الوحيد بس في المباراه دي بالنسبه لنا هو كان في التغييرات اللي احنا ما عملناش. طبعا احنا ما بنحسبش التغيير الاضطراري زي محمود حمد بدل حسني عبد ربه لاصابه حسني عبد ربه، او حتى نزول ابراهيم حسن وعبد الحميد شبانه في الدقيقه 92 والدقيقه 94 تغييرات من اساسه على طريقه اي حاجه تيجي من ريحه الحبايب. فاحنا شفنا في المباراه دي حاجتين مهمين جدا من ريحه من ريحه الاسماعيلي القديم. الجمل الفنيه والتكتيكيه اللي طالبنا بيها في حلقه من الحلقات اللي فاتت من كوره لونها اصفر، واللي جت منهم واحده في الجول وهو الجول الاولاني لجون انطوي. لعيبه الفريق الحمد لله والشكر لله بقوا عارفين هيباصوا الكوره فين ويستلموها منين، مش مجرد تشتيت ولعب طولي وخلاص. طبعا كانت في غلطات فرديه بتخلي الجمل دي تقف في نص ما هي بتتعمل، بس لو كملنا بالجمل دي وبالشكل ده اعتقد ان الغلطات دي هتنتهي وهنعمل جمل 100% رايحه على الجول. الحاجه الثانيه من ريحه الاسماعيلي القديم المهاجم القناص. الجمل اللي اتكلمنا عليها في النقطه اللي فاتت دي ما كانش ولا هيبقى ليها اي لازمه لو مفيش مهاجم يقدر يقتنص النهايه بتاعتها. الاسماعيلي على مدار تاريخه كان بيأدي اداء برازيلي، وكان برضه بيحتاج مهاجم ينهي له الاداء البرازيلي ده في الجول زي محمد صلاح ابو جريشه، جون اوتاكا، محمد فضل، مصطفى كريم او غيرهم كتير. ومن واقع مباراه وادي دجله جون انطوي رسمي رستق نفسه كمهاجم قناص. بالعزم انتفضت يمناه في هدوء الليل. من هو الصامد المغامر في وجه السيل. على عكس كلام حسن المستكاوي الناقد والمحلل الرياضي في MBC، بتهاجم فرقه عندها ثقه. وانا عايز اقول لك حاجه، وادي دجله من احسن فرق الدوري. فاهم حاجه لاحظتها في المباراه دي ان وادي دجله ما كانش خطر علينا زي الاهلي، انبي او حتى اتحاد الشرطه، ودي حاجه ادت اللعيبه بتاعتنا اريحيه في اللعب سواء دفاعيا او هجوميا، وغطت على كل السلبيات في المباراه دي في عيون الجماهير. يعني من الاخر احنا دلوقتي بناخد كورس سباحه في ميه البطيخ، ولو ما شفناش العيوب دي هنفضل عايشين في الحياه لونها بامبي لغايه لما نتطرقع مع عوده الدوري. وعلشان ما نتطرقعش وما حصلناش حاجه وحشه لازم اذكر العيوب بتاعه المباراه دي في رايي دي كانت سلبيات المباراه. اول سلبيه، ما زلنا ولغايه دلوقتي بنتراجع وبندافع وبنحمل على دفاعنا حتى لو قدام اضعف فرق الدوري. تاني سلبيه، الجمهور اللي كان شايف كريم الضوي لاعب ما اتخلقش ولا هيتخلق زيه في تاريخ كره القدم في المباراتين بتوع الاهلي وانبي، هو الجمهور اللي شايف ان كريم الضوي ما يلمسهاش ولا يشمها من النهارده لغايه نهايه الموسم بعد مباراه وادي دجله. احنا بننفخ بسرعه وبنفسي بنفس السرعه، ودي حاجه هتضر اللعيبه وتحرقهم على المدى الطويل. اللياقه البدنيه بتاعه الفريق، العضله الخلفيه وهي اصابه حسني عبد ربه في المباراه دي اصابه اتكررت كتير جدا الموسم اللي فات واللي قبله معانا. هي ونوعيات تانية من الاصابات بتتكرر معانا بشكل كبير وبتاثر على لعيبتنا وطبعا بتاثر علينا في الدوري. احنا اتكلمنا قبل كده في الكوره لونها اصفر عن الجهاز الطبي، فمش محتاجين نتكلم عليه تاني. يا ريت تخش الحلقه دي وتشوف راينا في الجهاز الطبي اللي ليه واللي عليه. وانا في رايي لو هعمل حلقه عن الجهاز الطبي والاصابات دلوقتي مش هقول كلام اكتر من اللي اتقال في الحلقه دي. ارضيه ملعبنا عيب على شعارنا وعيب على اسم النادي بتاعنا. هتقول لي بقى انت مش لعيب كوره وما تفهمش وش عرفك انت عمرك نطقت كوره قبل كده. هقول لك خد راي لعيب الكوره اللي لعبها على ارضيه ملعبه وكان رايه فيها كده. الملعب مأثر معاك بالسلب يا ابراهيم؟ كابتن كريم والله انت يعني زي ما بتقول ان انت احنا لعيبه الكوره النادي الاسماعيلي كله، يعني الكوره اللي على الارض واللعب الصغير والحاجات المهاره وكده. الملعب يا كابتن كريم سيء غير عادي، حتى مستر ريكاردو لما جه قال لي رئيس النادي الملعب ما ينفعش نلعب عليه، يعني ما ينفعش النادي بقيمه النادي الاسماعيلي وبينافس على بطولات ما ينفعش انه يلعب على الملعب ده. ولحد دلوقتي ارضيه الملعب دي بنفس الشكل. كلمه لو كلمه وحشه قوي 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 يا جدعان، يعني يا ريت نبطلها.
لو ما كناش جبنا الجون الثاني، لو كانت وادي دجله اتعادلت معانا، لو كنا ما اتخصمش مننا 6 نقط، لو ريشه كان حسب فاول على ابو تريكه بدل ما يحسب له جون وما كناش لعبنا ماتش فاصل، لو هي شماعه لكل واحد مش عايز يتحرك من مكانه وعايز يفضل عايش في التاريخ، مش عايز يمشي لقدام. المباراه دي كان فيها سلبيات ذكرناها، في مباريات كتيره فاتت كان فيها سلبيات واتكلمنا عليها وناقشناها ووصلنا رساله كجمهور للفريق. احنا طالعين كسبانين، احنا محتاجين نفرح شويه لغايه لما الدوري يبدا تاني. وانا كمان محتاج اقول ان ريكاردو في المباراه دي ما كانش سيء، اداؤه واختياراته كانت جيده، خصوصا انه بيحاول يحافظ على قوام الفرقه، سواء القوام ده بقى صح او غلط، بس عشان تفضل الفرقه متماسكه. يعني ما كنتش هبقى فرحان ابدا لو كان غير كل اللعيبه بتشكيله جديده خالص نزلها لاول مره قدام وادي دجله. ثبات التشكيل حاجه من الاهداف الاساسيه اللي المفروض الجهاز الفني بيشتغل عليها طول الموسم. الف 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 مبروك لبهاء مجدي، اللاعب اللي فاز معانا في الكره لونها اصفر بلاعب الشهر على انضمامه لمنتخب مصر. بهاء مجدي ادى فنيا وتكتيكيا وكمان بروحه اداء رائع جدا معانا من بدايه الموسم لغايه دلوقتي. يا رب الاداء ده يستمر، ويا رب ايا كانت نتيجه ماتش السنغال سواء هو نزل او ما نزلش ما يتاثرش بيه. ان عجبتك الحلقه يا ريت تضغط للقناه بتاعتنا سبسكرايب، ويا ريت تدوس لايك، ويا ريت تخش على بيج الفيسبوك دي لو عايز تتكلم معايا اكتر او تتواصل مع البرنامج بشكل عام. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.